البعض سمع منكم قصة تداولها الناس، وهي المرأة التي ناصحها أحد المحتسبين فقالت خذ كلم ربك. قصة يا أخوان الناس زادوا فيها. القصة حصلت لي شخصيا قبل سنوات تقريبا في عام 1419. أيام في ذلك العام كنت رئيس فرقة في إحدى الأسواق الشهيرة ومعي مجموعة من الأعضاء، وكنا نؤدي عملنا كعادتنا من الأسواق الشهيرة في المملكة ومعروف، فكنا نؤدي عملنا يوميا في هذا السوق. من دوريتنا توجهنا إلى ساحات المطاعم، جاءنا أحد الأشخاص وقال في ثنتين امرأتين كاشفات الوجيه، وقال يعني في ثنتين في إحدى المحلات الدور التحتي كاشفات الوجوه واضعات المساحيق على وجوههن، ولمنا البلاغ، ولكن سبحان الله شعرنا أن البلاغ فيه ربما يكون فيه مكيدة أو كيد لنا، ولكن الله عز وجل سبحان الله توجهت البلاغ لها المحل، والمحل شهير أيضا كذلك. دخلت على المحل فعلا وجدت ثنتين كاشفات وجيه واضعات المساحيق، يعني مكياج كامل، ونسأل الله العافية والعافية وفتنة للناس. طبعا جرى المناصحة، استجابت جزاها الله خير وغطت وجهها. أما الثانية فانظروا يا أخوان وش سوت، وانظروا كيف الكيد وكيف الاتهام يأتي، فيكون مكر النساء. والذي يقرأ سورة يوسف يجد أن للنساء مكرا، وأنا أحذر إخواني من مكر النساء. الإصلاح مثلا لها أو السعي مثلا في إصلاح مشكلة عندها، انتبه من مكر النساء، انتبه، أحذرك أن تقع. انتهيت من المناصحة، غطت واحدة وجهها، والثانية خرجت من المحل وبدأت تصرخ بصوت مرتفع حتى تجمهر الناس. الموقف سبحان الله، أنظر إلى الأدوار الثلاثة وأرى مجموعة من الرجال والنساء ينظرون إلى أسفل، والناس ينظرون من فوق، وهي تصرخ بصوت مرتفع وتتهمني هذا الاتهام، تقول لا تلمس صدري، لا. ذاك آنذاك يعني يوافق يوم خميس، كان زحام شديد شديد يعني في ذاك السوق ومزاء والمطر. قالت أنت من لمست صدري، ثم بدأت بالاتهامات، أنتم خريجون السجون، أنتم وأنتم تطبون في بيوت الناس، وأنتم اللي تبحثون عن الأطفال أو المردان في حلقات تحفيظ القرآن، وأنتم تستهزئ بخلقتي وبلحيتي. قالت كأنها مكنسة أو غير ذلك أمام الملأ وأمام الناس. رأيتها بدأت تتهم، رفعت يدي إلى السماء والناس ينظرون، وكنت مظلوما آنذاك، فدعوت الله على يدي فقلت اللهم إن كانت كاذبة واتهمتني كذبا، اللهم فاجعل السرطان يجري في جسدها، وكنت مظلوم. ما إن انتهيت من دعائي إلا وتقع على الأرض وتصرخ، فاغمي عليها. يقولون ماتت، أسمعهم يقولون في الأدوار ماتت، داع عليها الشيخ، ماتت. بعد فترة انتشرت في مدارس النساء أو البنات أن الشيخ نصحها، يزيدون في القصة ويحلونها ويكذبون. قالوا أن الشيخ نصحها ثم قالت خذ كلم ربك بالجوال. ثم سبحان الله اتصلت إحدى النساء على رئيس المركز بعد فترة من تقريبا شهر، قالت أن الشيخ أو غيرها. بعد فترة اتصلت على الشيخ وقالت أن السرطان سرى في جسدي وإني مصابة. الشيخ جزاه الله خير وأمرنا بأن لا ندعو على الناس، وجزاه الله خير ووجهنا. فأقل الأحوال اللي يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله يا أخوان، كنت في ذلك الوقت يعني مظلوما، ووقع الظلم عليك السياط، وأتمنى أنها ضربتني ولم تقل هذا الكلام. قصة يا أخوان انتشرت بين الناس، ولكن زادوا فيها خذ كلم ربك بالجوال، وهذا غير صحيح، وهذه القصة أثبت